السلام عليكم ومرحبا بالإخوان والأخوات مرة أخرى في قصة جديدة. هاد القصة اللي البطل ديالها الاسم ديالو أيوب. كيف ما العادة اللي ما مشترك يدير واحد الاشتراك ويخلي لايك ويسمي الله، ونبداو على بركة الله. السلام خوتي، جيت نحكي لكم قصتي. أنا الاسم ديالي أيوب، عندي 19 سنة، وحنا عايشين بخمسة بينا في الدار، أنا والوالد والوالدة وأختي الصغيرة وجداتي. قصتي بدات مني سافرنا في الصيف للعروبية عند عمي، دوزنا تما أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء. كنت تعرفت على واحد البنت الجيران تما سميتها عتيقة، كانت زوينة وظريفة، مع الوقت ولينا كنتلاقاو بزاف، وتا واحد ما كان عارف هاد العلاقة اللي بيناتنا. كنت كنبغيها وما ناويش نتفلى عليها بحكم انها هي بنت البلاد، ما عرفاش القوالب والتحرميات، وما كاين لا فيسبوك لا تليفون، غير الحداقه وشغل الدار. وكنت موعدها بالزواج من بعد ما نشد الباك ونخدم غنتزوج بها، وهي كانت موافقه على هذا القرار. كان باقي لينا نهار واحد في العروبيه ورجعوا لدارنا. فقت على النبوري ومشيت نتسناها في البلاصه اللي كنتلاقاو فيها، لقيتها سبقاتني لتما. بقينا مجمعين وكنهضروا في شلا امور، وكان الاحترام بيناتنا، كل واحد عارف الحدود ديالو، وانا كنت باغيها في الحلال. وحنا جالسين بان ليها واحد المش صغير، قالت لي شوف داك المش كي كيشوف فينا، وبديت كنضحك. قلت ليها واقيلا حاسني حيت جالس معاك. مشات هزاتو وبقات شاداه في يديها، كان لونو كحل وعينيه زرقين بزاف، كيبان صغير. قالت لي عتيقة، شتي كون ما كانوش عندي المشاش في الدار كنت ديتو معايا نربيه. قلت لها انا ما عنديش معاهم، ولكن من بقى فيك غنديه معايا للمدينه وغنتهلا فيه مزيان. صافي، ومشات ديك الساعه، بقيت حاضيها توصلت للباب وشيرات ليا بيديها ودخلات. عاد مشيت انا للدار، درت داك المش في واحد الكارطونه وعطيتو الماكله، وبقيت جالس مع الموالين الدار حتى تغدينا وهبطنا للواد انا وعمي والوالد. داز نهار زوين، وفاش رجعنا قال عمي للوالد غنذبح واحد الخروف صغير ونعيطوا على الجيران يتعشاو معنا ونقصروا هاد الليله. قال ليه اللي بان لك ولد مهمتي. قال ليه عمي ايوا بلاتي نشوف واش كاين عبد الله، نقول ليه اجي هو وولادو يقصروا معنا. وفرحت انا حيت بان لي عمي قاصد الدار اللي ساكنه فيها حبيبتي عتيقه. دق وخرج عنده واحد الراجل عرفتو هو الاب تاع عتيقه اللي سميتو عبد الله. قال ليه عمي العشاء عندنا، اجي انت والدراري تقصروا معانا. قال لي لاش مصدع راسك؟ قال لي الله ودي، حنا جيران وخوت، المهم الله يعاون. ومشينا للدار، درنا كاسكروط وانا فرحان غنتسناها امتى تجي نشوفها. ظلام الحال وسمعت الدقان في الباب، عرفتهم هما. ضربتها بجريه وحليت ليهم الباب، سلمت عليهم، ولكن تفاجأت كان غير داك عبد الله ومراته والبرهوش دو ولدهم وواحد البنت صغيره قد اختي، ما كانش معاهم عتيقه. زعما علاش ما جاتش؟ تشوشت عليها، ياك ما مريضه؟ المهم دخلوا جلسوا وبدا كيتجمعوا وكيضحكوا، وانا كنفكر كيفاش نعرف علاش عتيقه ما جاتش. بان ليا البرهوش جالس بوحدو، مشيت حداه وبديت تنسولو غير بالعقل. تا قلت ليه فين اختك عتيقه؟ قال لي اختي ما سميتهاش عتيقه، سميتها مريم. اواه، صدمني، زعما تكون كذبت عليا؟ وعلاش؟ وسولته قلت ليه وعلاش ما جاتش معاكم؟ بقى كيشوف فيا وكيضحك على السؤال ديالي. قلت ليه مالك كضحك؟ قال لي واش انت مريض؟ راها جات، وهذيك اللي دخلت معانا راها كتلعب مع اختك. ضحكت واخا ما بقيت فاهم والو، وسولته بشحال عايشين في الدار. هنا فين كانت الصدمه، حيت قال لي كاين هو وباه وامو واختو مريم بربعه بيهم. سولته وعتيقه اش كتجيك؟ قال لي ما كنعرف حتى وحده بهاد السميه. وقلت ليه شكون خليته في الدار؟ قال لي حتى واحد. سديناها وجينا كاملين. تزعزعت في ديك اللحظه، حيت الدري كان واعي وبعقلو عارف اش كيقول، وكيبان ليا متاكد من هضرته. صافي تفكرت المش اللي داير في الكارطونه، خاصني نعطيه ما ياكل. دخلت للكوزينه ولقيت جده كتعشى،
كانت عيانه وباغا تمشي تنعس باش تشد معنا الطريق غدا، وهزيت ليها شويه ديال الخبز وديك الشياطه د اللحم اللي خليت في الطبسيل وديتهم للمش. دغيا كلاهم، كان فيه الجوع مسكين. غير شتو وتفكرت عتيقه، وتفكرت الهضره اللي قال لي البرهوش اللي خربقت لي عقلي. عيطوا عليا باش نتعشاو وتعشينا، ومشاو دوك الجيران فحالهم وكل شي ناس، وانا ما بغاش يجيني الناس. تدارت الربعه ديال الصباح عداني الناس، وبقيت كنحلم شي حوايج في شكل. حلمت واحد الباب كحل وكبير بزاف كيتحل غير بزز، وانا واقف قدامه كنتسنى يتحل كامل باش نشوف اشنو كاين لداخل. غير تحل كتبان لي ديك البلاصه مظلمه وكيجيو منها شي اصوات عمرني سمعتهم في حياتي. شويه كتبان لي عتيقه لداخل كتعيط ليا وبغيت ندخل عندها، ولكن حسيت بشي حد كيجرني من اللور. كندور كنلقاها جداتي كتقول لي رجع ولدي رجع ما تمشيش. انا ما ديتهاش فيها. شويه ما بقاتش كتبان ليا، دورت راسي جيت لباب الكحل كنلقى عتيقه باقيه كتسناني ندخل، وتميت غادي جيت الباب يلاه باغي ندخل وانا نسمع الاذان، وغبرات عتيقه وتسد داك الباب والاذان باقي مستمر. ورماتني الفيقه لقيت الفجر كيأذن وانا مخلوع. مشيت غسلت وجهي ولقيتهم فايقين، شي كيصلي شي كيجمع حوايجو، حيت غنرجعو لدارنا ولبست حوايجي وهزيت الصاك ديالي وما نسيتش الكرتونه اللي كان فيها المش. ديتهم للسياره د الوالد ورجعت فطرنا وشدينا الطريق مع 6 ديال الصباح. وكانت الطريق طويله وكل شي عيان، وغير وصلنا لدارنا نزلنا الحوايج ودخلت لبيتي نرتاح حيت فيا المود الناس. دخلت معايا المش خرجته من الكرتونه وحطيته فوق واحد الكرسي ونعست في بلاصتي، وبديت كنحلم راسي كنغرق في الدم وانا ما قادر ندير والو. شويه بديت كنفيق وكتبان لي الضبابه في البيت، كنشوف شي حد جالس في الكرسي اللي كان فيه المش. قفزت من بلاصتي، بان لي غير المش باقي فوق الكرسي فين حطيته. نعلت الشيطان وحاولت نقنع راسي باللي ما شفت حد في البيت وغير كنت كنحلم، واخا كنت متاكد من راسي فايق. دقات الوالده في الباب وحليت، قالت لها جيت تغدى، راه الخمسه هادي ما بغيتش نفيقك كبيره. جمعت الوقفه ومشيت غسلت وجهي، واخا هكاك باقي مزعزع وما فاهم والو. تغديت وخرجت ضربت دوره في الدرب، توحشت صحابي واللي شهرين تقريبا وانا غابر عليهم. ما رجعت للدار تا أذن العشاء. دخلت لقيت موالين الدار حطوا العشاء، تعشيت معاهم ومشيت نعس. مع كنت عيان شويه، نسيت المش كاع ما عطيتو الماكله، وانا ناعس كنحس بشي حاجه لاصقه في يدي وانا نغوت. فقت وانا نلقى المش عضني من يدي. مع بان لي الدم شديت داك المش ضربته مع الحيط بكثره الالم. بقات يدي كضرني، لويت عليها واحد الفاصمه وانا نتفكر المش. مشيت هزيتو بلا شفقه وبلا رحمه، لحتو من الشرجم ورجعت تكيت في بلاصتي وانا نتفكر باللي ما عطيتوش العشاء ديالو. يعني انا اللي ظلمته ماشي هو. ما بغاش النعاس يجيني، مشيت طليت من الشرجم باش الا كان باقي عايش نابط نجيبو. طليت ولكن ما بان ليا والو لتحت. قلت مع راسي غيكون ما ماتش ومشى لشي بلاصه. رجعت لبلاصتي وداني النعاس ما فقت حتى 8 ديال الصباح. مشيت للكوزينه لقيت الوالده كتوجد الفطور، قلت ليها شنو ندير ليدي راه عضني المش البارح بالليل. بقات كتغوت عليا اش داك تجيبو معاك وعلاش غتخليه في البيت. قالت لي اجي ندير لك الدواء الحمر تتفطر وتمشي للسبيطار يديروا لك ليبره. مشيت تجيب الدواء وانا نحل الفاصمه على يدي وتصدمت. بقيت حال لفمي حيت ما لقيت لا جرح لا والو. تخلعت حيت في الليل كانت عضه كبيره بزاف والدم كيسيل منها. جابت الوالده الدواء وانا نضحك داك الضحكه الصفراء. قلت لها غير كنضحك معاك ما كاين والو. وهي تغوت عليا واش انا مساليه ليك؟ مساليه لي الضحك ديالك؟ قالت لي سير تفطر خليني نجمع الدار. مشيت فطرت ونسيت اللي وقع. داز النهار مزيان واخا ما كنتش مرتاح في دماغي. بالعشيه قالت لي يلا تمشي معنا عند خالك راه عارض علينا العشاء. قلت لها غير سيروا ما فيا اللي يمشي. صافي مشى وجلست بوحدي في الدار، تعشيت تفرجت في واحد الفيلم. جاني النعاس مشيت لبيتي نعست
وانا نسمع الباب ديال البيت كيتحل. ما قدرتش نوض نشوف شكون، بقيت ساد عيني حتى ما بقيت كنسمع والو. حليتهم في الظلام، خرجت راسي من الكاشه، بان ليا شي واحد واقف حدا الشرجم وكيبكي. بغيت نمشي نشعل الضو نشوف، ولكن ما قدرتش. كنحس بشي حد شادني ومزيرني جهه الحيط. بقيت كنغوت حر جهدي وهي تهضر. واحد المراه هي اللي كانت واقفه في البيت قالت لي اسكت، ما كاين اللي غيسمعك. وجاني صوتها ما غريبش عليا. سولتها وانا مخلوع، شكون انتي؟ قالت لي انت غلطتي واحد الغلطه كبيره اللي تسببات في الموت ديال ولدي، وانا غنعاقبك على هادشي. وإلا رجعتي اللور وفكرتي غتعرفني. دابا غنمشي، ولكن كون متاكد اني ديما كاينه من هنا للقدام، ما غاديش نتفارق معاك. غي مشات وهو يتشعل الضو ديال البيت بوحدو. بقيت مصدوم في بلاصتي وكنفكر في هادشي اللي كيوقع ليا، وشنو هو الغلط اللي درت، وشكون مات. ما بقيت فاهم والو، ولكن تفكرت داك المش اللي لحت من الشرجم، وتفكرت عتيقه، وتفكرت الهضره ديال البرعوش خوها، وفهمت بان هاد عتيقه ماشي من الانس، حيت لا وجود لها في الواقع، على حسب الهضره اللي سمعت من البرعوش اللي كان كيحسب ليا ان عتيقه اختو. ولكن دابا عاد تاكدت من هضرته، وصوت هاد المراه اللي خرجت ليا في نص الليل ما غريبش عليا، حيت بحال ديال عتيقه. واخا هادي كتبان كبيره في الجسد ديالها، ولكن كلشي ولا باين. كل ما غرقت في التفكير في هذا الموضوع كنزيد نفهم. تفكرت العضه اللي عندني المش في يدي بالليل وفي الصباح ما بقى ليها حتى اثر. حاجه وحده اللي ما بقيتش فاهم هي ديك الحلمه اللي حلمت ديال الباب الكحل والغوت والمراه اللي كاينه لداخل. وكنظن ان حتى هاد الحلمه عندها علاقه بهذا الامر. بقيت كنفكر في هاد الشيء تداني الناس. ما فقت حتى 9 ديال الصباح لقيت موالين الدار كيفطروا، فطرت معاهم وهما في راسهم ما يتعاود. مع الوقت حياتي ما بقات عندها معنى. بالنهار كنكون بخير، ولكن فاش كتأدى العشاء كنولي نسمع شي اصوات في بيتي بحال الا كيعيط لي شي واحد نمشي عنده. وليت كنخاف من الليل والظلام، وبالخصوص داك البيت. تعشينا كلشي مشى ينعس، بقيت غير انا. دخلت لبيتي نعست في بلاصتي، باقي ما داني النعاس. سمعت الدقان في الباب، حليتو ما لقيت حد، ورجعت سديتو وانا نشوف عتيقه جالسه في البيت. بغيت نحل الباب ونهرب، ولكن ما بغاش يتحل، بحال اللي سدو شي حد بالساروت. كانت كتخلع، رجليها ماشي ديال بنادم، ودنيها كبار، غير وجهها اللي باقي كيما كان. بقيت كنغوت اش بغيتي عندي. قالت لي انا حبيتك وعطيتك ولدي تهلا فيه، ولكن انت خليتيه بالجوع وقتلتيه، ودابا غتختار جوج حوايج، يا غتزوج بيا يا غنتقم منك. قلت ليها كيفاش نتزوج بيك وانتي ماشي بشر؟ قاطعتني قالت لي انا جنيه في عمري 50 عام، ولكن الا قبلتي غنعيشك في السعاده، غتمشي معايا لداري. انا عندي قصر كبير تحت الارض فيه كل ما تمنيتي، حتى حنا عايشين بحالنا بحال الانس وحنا مسلمين. قلت لي هادشي ماشي بصح، كيفاش غنمشي معاك من ارض الواقع لتحت الارض؟ هادشي ما كيقبلوش العقل. قلت ليها فرقيني عليك، خليني نعيش حياتي، هادشي اللي كتقولي عمرو ما غيكون. صرفقاتني حتى ما بقيتش عاقل على راسي، وليت غير كنسمع، اما عينيا تسدو. قالت لي كون دخلتي من الباب الكحل كون كنتي راجلي دابا، ولكن انت رفضتيني وانا غنتقم منك، وعمرك غتعاود تشوف الدنيا مضويه. مشات بحالها وانا بقيت كنغوت. تسمعوني موالين الدار جاو حلوا عليا الباب، لقاو عينيا حمرين وانا غير كنغوت وكلشي مخلوع. حاجه وحده اللي كنقول، غتقتلني غتقتلني. بقاو دايرين بيا تداني النعاس. في الصباح فيقوني وانا ما كنشوف والو. جاب الوالد الطبيب دار لي شي فحوصات، لقى الشوف مشى ليا، ولكن غير مؤقتا، مع الوقت غنرجع نشوف. بقيت في ديك الحاله شي شهر تقريبا وانا ما كنشوف والو، وجالس غير في الدار. كل ليله كيبدا العذاب ديالي. كنحلم واحد الراجل كحل كيجي عندي وكيفيقني ويديني معاه. كنمشيو لواحد الغابه تما فين كاين داك القصر. اول مره داني لتما قال لي هذا هو القصر اللي كنتي غتعيش فيه كون قبلتي تتزوج بها.
دخلنا من واحد الباب كبير كان سادو واحد العساس من الجن قدو قد السخط، وكلهم عندهم رجلين ديال البقر، ولكن عندهم النظام تما كلشي داخل سوق راسو، كل واحد مقابل خدمته. داكشي عجبني وزوين بزاف. شفت واحد الشجره كبيره وكانت واحد المراه جالسه تحتها. سولتو شكون هاديك؟ قال لي هاديك هي الملكه اللي كتحكمهم، وهي اللي قالت لينا نجيبوك هنا باش تعرف فين كنتي غتعيش. بغيت نمشي عندها ولكن كانوا شاديني وهي ما بغاش تشوفني. قلت لهم علاش جالسه بوحدها تما؟ قال لي من نهار قتلتي ليها ولدها وهي كتجلس تما. داني لواحد البلاصه خايبه بزاف وفيها واحد الريحه كاريه، وتما بزاف ديال الكلاب والمشاش. قال لي هنا غنوليو نجيبوك كل ليله باش تاخذ الجزاء ديالك. بقيت كنغوت، انا ما درت والو، ما حسيت براسي. ترماتني الفيقه ولقيت الوالده حدايا كتبكي، ورجع ليا الشوف، ولكن يدي ورجلي اللي صريا ما كنقدرش نحركهم. بقيت غير كنبكي على زهري. في الصباح جاب الوالد واحد الفقيه قال لهم خليوني معاه بوحدي في البيت. خرجوا وسد عليا الفقيه الباب، قال لي عاود لي اش وقع ليك من الاول. عاودت لي داكشي بالتفاصيل. بقى كيكتب في واحد الورقه وكيرشها بالماء وكيقرا القران، وانا كنحس براسي مرتاح. وعطاني واحد القرعه ديال الماء، قال لي تبقى تشرب منها فاش تبغي تنعس. وعطاني ديك الورقه قال لي خليها ديما في جيبك، ومن هنا يومين نرجع نشوفك كي بقيتي. وخرج عند الوالد، سمعتو كيقول ليه ولدك حالته صعيبه وما غيخليوه تيعذبوه حيت قتل ليهم ولدهم. قال لي وشنو المعمول؟ قال لي الفقيه راني درت ليه واحد الحجاب باش ما يوصلوش ليه. من دابا يومين غنرجع وغنجيب معايا واحد الفقيه هو اللي غيعرف ليهم. ومشى بحالو، وانا حسيت براسي غنقدر نحرك رجلي. حركتها وقدرت نوقف، ولكن يدي بقى كيما هي. شافني الوالده وفرحات، قلت ليها باغي ندوش. صايبت لي الدوش، دوشت ورجعت لبيتي. كانت في الساعه 10 د الليل وكان فيا النعاس، وشربت من ديك القرعه وتكيت في بلاصتي تداني النعاس. وانا نحس بشي حد فيقني. غير فقت وانا نلقاه داك الراجل اللي كيديني كل ليله للقصر. قال لي وصل الوقت يلا نمشيو، وانا عارف راسي ما نقدرش نقاومه وغادي نمشي معاه بزز مني. الحاجه الوحيده اللي كتخليه بعيد عليا هي ديك الورقه اللي عطاني الفقيه، ولكن انا فاش دوش نسيتها في الحوايج اللي بدلت. هنا فين عرفت ان هاد الليله ديال الجزاء ديالي. داني معاه، ما عقلت على والو، تلقيت راسي قدام الباب. كنتسناو العساس يحلينا. دخلنا، داني لديك البلاصه، دخلني وسد عليا. كان ظلام، كانت واحد البلاصه فيها الضوء، داكشي داير بحال شي غابه ما كدوش ليها الشمس. مشيت لتما، لقيت واحد الراجل كيعذبوه واحد الجوج من الجن. غير شافوني طلقوا عليا واحد العجب داير بحال الكلب، غير هو كبير بزاف. تبعني وانا بقيت غير هارب، ما عرفت فين غادي. توصلت لواحد البير، كان داك الحيوان قرب مني. بلا ما نفكر نقصت في داك البير، حيت غير داك الحل اللي بقى عندي. ما جيت فين نوصل للقاع ديالو ترماتني الفيقه، ولقيت يدي ووجهي عامرين بالدم. مشيت غسلت مزيان، طليت في المرايه، شفت وجهي كحل كامل وعندي القرون. بقيت كنغوت، تفكرت ديك الورقه، مشيت هزيتها درتها في جيبي، عاد رجعت فيا الروح. لقيت الوالده فاقت، قالت لي ما كتغوت. داتني لبيتي ونعست. وفي الصباح جا الفقيه ومعاه واحد صاحبو، شدوني. واحد تيبخر البيت وتيقرا القران، وواحد شاد واحد العمود وتيسلخ فيا، ولكن انا ما تنحش بداك العصا كاع. من بعد شي ساعه تقريبا شفت عتيقه كتحل الباب وكتقول لي بسلامه. حسيت بواحد الاحساس في ديك اللحظه بحال لي يلاه تولدت من جديد. وليت كنحس بديك العصا اللي كناكل من عند الفقيه. بديت كنغوت وهو يحبس. قال لي على سلامتك ولدي، اليوم سال العذاب ديالك. ويدي رجعت كنحركها عادي. هنا فين سالات القصه ديالي ورجعت لحياتي الطبيعيه. دابا دازت عام على هاد الواقعه، وليت عايش بخير مع عائلتي. والفقيه كان نصحني باش نبدا الصلاه ديالي، حيت هي كتعصم المسلم من الجن والانس وكتخليه غادي في الطريق الخير. داكشي اللي درت، وليت كنصلي. ولكن داك العذاب اللي عشت عمرني ننساه في حياتي.